السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا المهاجم الخطير جاكسون موليكا في النادي الأهلي. الأول، نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ليصلكم كل جديد، وأيضا عطروا فمكم بالصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لا صوت يعلو فوق صوت الانتقالات الصيفية المقبلة وصفقة المهاجم الجديد داخل النادي الأهلي، لا سيما أن الفريق الأحمر يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد داخل القلعة الحمراء وتلبية احتياجات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل الحديث عن المهاجم المقبل، وحرص محمود الخطيب على توجيه رسالة اطمئنان إلى المدير الفني بشأن الصفقة الجديدة والمهاجم القوي الذي سيتم التعاقد معه. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أوين تايم سبورت أن جاكسون موليكا سيكون في الأهلي بنسبة كبيرة الموسم الجديد. وجاء أيضا أن الانتقال سيكون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه هو الخيار رقم 1 لتدعيم خط الهجوم بالنادي الأهلي، وأن العمل على هذا الملف مستمر من الوقت الحالي. وفي نفس السياق أكد الإعلامي شريف جمعة أن النادي الأهلي يحتاج لمهاجم، وأن الأهلي يفتح الباب أمام موليكا بمقابل 4 ملايين دولار، أي ب120 مليون جنيه مصري. وكشف أن وكيل اللاعب جلس مع النادي الأهلي وأنهى جميع الإجراءات لضم اللاعب. نترككم مع أهداف ومهارات اللاعب الجديد، وأيضا لا تبخلوا علينا بلايك للفيديو وشارك برأيك عن اللاعب في كومنت.